السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه وعافيه ان شاء الله. راني وليتكم البنات مع فيديو جديد. فيديو خاص بالتارتولات. بغيت نشارك معكم الوصفه وان شاء الله تسيوها وتعجبكم. للعلم انه هذه الوصفه تاع الشيف غانو، يعني نقولوا تاع من هذا الغوسات. فوالا كيما كنتم تشوفوا انا سيتها وعجبتني وقلت نشاركها معكم. هنايا البنات كيما كنتم تشوفوا هنا درت 125 غرام زبده، درت رشه ملح، ودرت ربع كاس زيت، ودرت نص كاس سكر، وضفت حبه بيض وشويه لافاني وخلطت بالباتور، يعني حتى يولي قوام كريمي كيما ها. ومن بعد زدت هنايا زدت مغرف. هنايا كيما كنتم تشوفوا ضفت الفرينه ونسيت بلي راني باغي نزيد الكاكاو. الوغ من بعد درت هذيك الفرينه مغربله، ومن بعد درت مغرف كاكاو. انا بغيت كولور تاعهم غير شويه مارون ماشي بزاف. درت مغرف كاكاو، نتوما اللي باغينهم مارون بزاف زيدوا لهم زوج مغارف كاكاو ولا. ودرت رشه تاع خميره تاع كاطو كيما كنتم تشوفوا. ضفت الفرينه، مع العلم انه الفرينه تكون مغربله، الكاكاو يكون مغربل. نجمعوا الخليط تاعنا بيان. ومن بعد كيما عجينه صابلي، يعني اصلا هو عجينه تاع صابلي. كيما نجمعوا الصابلي تاعنا هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. هنايا ديت حليت العجينه تاعي، يعني درت ساشي من تحت وساشي من الفوق باش تسهل عليا العمليه. باينه باللي كاع رانا نديروها هذه كيما كنتم تشوفوا. هنايا كي تبغي تطبعي لي تارتولات تاعك، بغيتي تطبعيهم بطابع عندك كبير مدور، بغيتي تطبعيهم بالطابع ولا ليمول تاع لي طارتولات. انا هنا باش تسهل عليا الخدمه طبعت بالمول تاع لي طارتولات. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا الكميه خرجت لي 15 حبه على ما اظن، 15 حبه وي. هنايا نروحوا للكريمه تاعنا، كريمه لا كريم دبلومات. هنا شادينا دينا نص لتر حليب، زوج مغارف سكر، 3 مغارف مايزينا. انا هنايا درت زوج مغارف مايزينا، يعني نتوما ديروا 3 مغارف مايزينا. ودرت شويه لافاني وقعدت نخلط مليح، ومن بعد حطيتهم فوق النار. ومن بعد كي تعقد شويه نحطوها في ريسيبيون كيما كنتم تشوفوا. وزدت لها شويه كراميل راني خادمته معكم من قبل، وزدت مغرف تاع طوفيه راني تاني خادمتها معكم وحاطه فيديو، يعني تخرج شابه وتعجبكم. كيما كنتم تشوفوا قعدت نخلط مليح مليح. من بعد غطيتهم بورق شفاف ودرتهم في الفريجيدار بلا ما بردت نخرجوها. فوالا هنايا لي تغسيلات تاعي تزينيهم من تحت كيما تبغي. انا درت بانان وزدت فوقهم الكراميل. الكريمه كي تبرد نخرجوها ونضيفوا لها كاس تاع لاشانتي، نطلعوا الكريمه تاعنا ونحطوها فوق لي تغسيلات تاعنا. كيما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها. ان شاء الله تعجبكم وتسيوها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. ميرسي حبوباتي، ربي يحفظكم ان شاء الله.